دول اكتر تتبيلتين للفراخ بيسعفوني جدا لما بعملهم، بحطهم في الفريزر من اول اسبوع مع زنقه بقى المدارس والهوم وركس والتمارين. فتعالوا نعملهم مع بعض. اول حاجه معانا هي تتبيله الحاتي. بنجيب بصلايه وبنبشرها وبنصفيها كويس من الميه، وبنضيف فقط الميه بتاعتها. طماطميتين مبشورين كويس قوي، وفصين من الثوم مفرومين، معلقه كبيره من الصلصه، ملح وفلفل اسمر وبهارات فراخ وبصل باودر، بابريكا، ومعلقتين كبار من زيت الزيتون، وعصير ليمونه كامله. ونقلب كل الكلام ده ونحط فيه الفراخ، ندعكها كويس ونشيلها بقى في الفريزر، نطلعها على الشوي على طول في الفرن. طريقه الشوي هتلاقوها موجوده في فيديو عندي على الصفحه، وبرده هحط لكم اللينك تحت الفيديو ده. تاني واحده هي تتبيله المسخن. هنحتاج ربع كوبايه من عصير الليمون، ربع كوبايه من دبس الرمان، وزيت زيتون المفروض يكون ربع كوبايه، بس انا بكتفي ب3 معالق بس، وحوالي 3 معالق صغيرين من السماق. البهارات ملح وفلفل اسمر وبصل باودر بس. بنقلب الكلام ده كله وبنحط الفراخ في التتبيله وندعكها كويس قوي، وندخلها الفريزر ونطلعها على طول على التسويه. وطريقه التسويه برده موجوده في فيديو عندي على الصفحه، وهحط لكم اللينك. وهي عامه بنحط لها بصل كتير قوي وندخلها الفرن لحد ما تستوي. ما تنسوش تعملوا سيف وفولو عشان توصلكم كل الوصفات الجايه، وبالهنا والشفا.